حكم واضح على الاقل اليوم. مرتضى منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى ايوه. انا بس النهارده اول ما سمعت القرار قلت الراجل المدرب اللي جايبينه من بره ده لسه بقاله اسبوع يجي يقعد يقولوا معلش احنا اسفين، الراجل اللي مضى معاك العقد من اسبوع ده مشي. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ ايه النادي اللي انتوا فيه ده يا جماعه؟ معلش، طب هو مين جاي؟ والله احنا ما نعرفش. طب هو مين مسؤول عن العقد بتاعي؟ والله هنبقى نشوف. طب مجلس الاداره فين؟ والله هيجتمع ونبقى نعرف. ما شوفني زي انت عبيط يا اسطى يا عم، بقول لك عايزين نسهلل. حط نفسك مكان اللعيبه. حاسه بايه النهارده؟ ده مش نادي، دي مدينه خرابه فعلا. كل ده بسبب اداره. ايوه انا. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا شرع ربنا يا ويلي، شرع ربنا تبوظ شرع ربنا انت عشان ما ياخدوش حقهم. مش عايز اقول كلمه تقيله، انما بصراحه النادي ده اتبهدل. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يعني، في راجل يعيط ليه يعني؟ النادي ده اتبهدل كتير وبندفع ثمن هذا الامر، وانا اظن مش السنه دي بس، لسنوات قادمه، سنوات قادمه ولسه. اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. اسكت يا ابن الكلب، اسكت. انا عم نسكت فيك يا اسكت. الله يا همجي، انا جيت وسط همجي ده